اللي ربط القرية بطريق المعاهدة سهل عبور الناس بتوع القرية القرى المجاورة وربطتها بطريق المعاهدة. براءة الفلاح المصري. احنا في جولة حوالين القرية وشوارعها وشفنا محل تجاري، وادي عملية فرز اللبن في الارياف، عملية لطيفة وظريفة. واحد بيعمل اقفاص وسراير جديد. نحن بمدرسة البنين الابتدائية، وهو السيد الناظر والسادة المدرسين يحضرون دروسهم. أهداف الثورة كثيرة وكلها لصالح المواطنين. أهداف الثورة كثيرة وكلها لصالح المواطنين. ونحن الآن بمدرسة البنات الابتدائية، والسيدة النظرة والمدرسات أمامكم الآن. هنعمل رمز البقرة دلوقتي. عملت ايه يا في العامة طبعا لغاية المعدل والبحث. ونحن الآن في المجلس البلدي للقرية، وهم أعضاؤه والموظفون يتشاورون في أمور إمارة قريتهم ونظافتها. مكتبة أخرى للقرية. الليلة وقرية المعصرة لها موقع مختار، فبينما تحيطها الطرق الزراعية من كافة الجهات، فإنها كذلك تقع بين ترعتي الإبراهيمية والساحلية، وكذلك نهر النيل الخالد فهو ليس بعيدا عنها. وها نحن نراه، وقد عرفته الثورة وقدرته، فقام أحد أبطالها
قائد الجناح عبد اللطيف بغدادي فجمل الشوارع والطرقات والميادين التي على جانبيه مما بهر انظار الاجانب الوافدين لمصر. وقد قال احد سفرائهم: لقد تمنيت لو كان لنهر التيمز كورنيشا مثل نهر النيل. وسلسلة جبال الصحراء الشرقية تقع فوق النيل مباشرة ومنها تشرق الشمس، وفيها على مرمى حجر من قرية المعصرة تقع آثار ومقابر أجدادنا قدماء المصريين في بلدة تل العمارنة. احنا شفنا اثرين من اثار الثورة، شفنا الكوبري، شفنا المحطة بتاع سكة الحديد، احنا بنشوف دلوقتي عملية المياه الصالحة للشرب، ده اثر بديع من اثار الثورة، هيخلي الفلاحين بتوعنا ناس كويسين، صحتهم كويسة خالص خالص خالص. واهل المعصرة ممتنين وبيشكروا ضباط الثورة الاحرار وعلى رأسهم الرئيس المحبوب جمال عبد الناصر علشان عملية المية دي. ويظهر ان وابور الطحين مفهوش طحين، فبينادي للزبائن عشان يجوا يطحنوا الطحين ويفريحوا العصارة بتاعت القصب اللي عم تعمل العسل الاسود. الاثر الرابع من اثار الثورة المستشفى اللي بتعالج الفلاحين بالمجان، دي لسه معمولة جديدة اهي زي ما انتم شايفين. معصرة ملاوي دي قرية تابعة لمركز ملاوي مديرية المنيا. البلد دي تعدادها حوالي 6000، وبنعتبرها انها انشأت في سنة 1952 يعني ابتداء الثورة، لان الثورة خلقتها، عملت لها كباري، ادي كوبري اهو بيوصل ما بين سكة طريق المعاهدة للبلد، عملت لها سكة حديد، محطة سكة حديد بتقف عليها القطارات. البلد دي متوسطة الحال، انما اهلها بيحبوا الثورة ورجال الثورة، وزي ما انتم شايفين اهل البلد كلهم بيقيموا الزينات احتفالا بمجيء السيد الرئيس وضباط الثورة الاحرار. كل اهل البلد كلهم بدون استثناء بيقوموا ويعملوا الحفلة ويعملوا الزينات بايديهم، مش مستاجرين حد ابدا. وادي الشيخ عبد العزيز البغوري ده من الاعيان، وبرضه هو نفسه بيقيم الزينات بايديه، ده من الاعيان لانه وكيل المجلس القروي هنا في القرية، يعني يعتبر من الاعيان فعلا، واحنا بنعتبر المجلس القروي ده مجلس نواب، مجلس نواب، وهو بيشتغل بايديه وبيعمل الزينات بايديه. مفيش واحد اسمه يشتغل بفلوس هنا ولا بيستاجر في. انا ما بلغتش لما قلت ان البلد دي انشأت سنة 52، لان هذه عملية المية اللي تمد الناس كلها بالمياه الصالحة للشرب، المياه المعقمة المقطرة،
انشئت برضه العملية دي سنة 55، لان زي ما انتم شايفين لسه كمان المكنة ما وصلتش، عملية حديثة جدا. وهذه فرقة للعب الكرة، ودول كلهم من الفلاحين بتاع القرية.
انما هي دعامة من دعائم هذه الثورة التي قامت لكم وقامت بإيجاد عدالة اجتماعية بينكم، وقامت لتحقيق الحق والعدل والحرية والمساواة بين الجميع. ونرجو دائما ان نراكم يا اهالي المعصرة في احسن حال، متمسكين بالثورة، سائرين الى الامام، والله يحفظكم، والسلام عليكم. نشكر هذه الخطوة الطيبة التي اتاحت لنا ان نرى ابناء المنيا من اهل المعصرة، ونرجو لكم التوفيق والسداد في سبيل خدمة بلدكم الصغيرة المعصرة وبلدكم الكبيرة مصر. وان شاء الله بزعامة جمال عبد الناصر وبقيادته وبإيمانكم به وبأهدافه سنصل الى ما نرجو له من عزة ومن كرامة ومن راحة في هذا البلد الامين. والسلام عليكم ورحمة الله. لعل كثيرا من حضراتكم لا يعرف ان اللواء الباجوري من باجور اللي هي بلدي. تحية والاحترام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.